ودي من مفارقات الدور ربع النهائي، ودي كانت المباراه الوحيده اللي فاز فيها مازيمبي على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. الفرقتين ما قدروش يفوزوا ولا في مباراه الذهاب ولا في مباراه العوده. يا مساء الفل على الكل، معاكم مذيع الكوره، وفي الفيديو ده هكلمكم عن مباريات الدور نصف النهائي في دوري ابطال افريقيا بعد ما تحدد الاربع فرق اللي تاهلت، وكمان اتحدد المواعيد، وفي مفارقات كده حلوه هنتكلم فيها. خليكم معايا، يلا بينا. يلا بينا. انتهت مباريات الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحدد الأربع فرق اللي تأهلوا لهذا الدور. أولهم طبعا النادي الأهلي اللي بيمثل مصر، وكمان الترجي التونسي اللي بيمثل تونس، وكمان فريق مازيمبي الكونغولي، والطرف الرابع هو صن داونز الجنوب أفريقيا. الأهلي طبعا وصل بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين. الذهاب كان 1-0 بره مصر، والعودة 2-0 داخل مصر. والاهلي هو الفريق الوحيد اللي قدر يفوز في مجموع المباراتين في الاربع فرق اللي تاهلوا، وهو كمان الفريق الوحيد اللي كسب في مباراه الذهاب خارج الارض. الثلاث فرق التانيين ما كسبوش في مباراه الذهاب، وفريق واحد بس هو اللي كسب وحسم النتيجه في مباراه العوده، هو فريق مازيمبي الكونغولي اللي هيقابله النادي الاهلي. وكانها كده محسوبه، اللي هيكسب في مجموع المباراتين هيقابل بعض، ودي من مفارقات الدور ربع النهائي، لان فريق الترجي وصل وفريق صن داونز ايضا وصل، والاثنين هيقابلوا بعض، والفرقتين وصلوا لهذا الدور بعد الفوز بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي. الفرقتين ما قدروش يفوزوا ولا في مباراه الذهاب ولا في مباراه العوده، ولا حد فيهم سجل اهداف الا بركلات الترجيح، والاثنين هيقابلوا بعض، وكانها كده زي ما بقول لحضراتكم مترتبه. موعد المباريات ان شاء الله اتحدد، وهتكون المباراه الاولى يومي 19 و20 مباراه الذهاب، بينما مباراه العوده هتكون يومي 26 او 27. خلينا نركز اكتر على مباراه الاهلي ومازيمبي الكونغولي اللي بتهمنا كمصريين. في مؤشرات حلوه وايجابيه كده هقول لحضراتكم عليها، بتدي يعني مساحه وبتدي تفاؤل ان ان شاء الله الاهلي هيكون في النهائي. اول حاجه ان مباراه العوده ان شاء الله هتكون هنا في مصر، بينما مباراه الذهاب هي اللي هتكون بره. اذا يعني الاهلي كده هيقدر يشوف هو عايز ايه المباراه الثانيه، وهيحققه وسط جمهوره اللي هيملى الاستاد كله. الفال الثاني الحسن ان المواجهات التاريخيه بالنسبه للاهلي وبالنسبه لمازيمبي كلها في مصلحه الاهلي بنسبه كبيره. الاهلي فاز في 2 وتعادلوا في مباراه، ومازيمبي كسب مباراه واحده. وعلى فكره الفرقتين اول مره يقابلوا بعض في الادوار الاقصائيه. المره الاولى اللي اتقابل فيها الاهلي مع مازيمبي كانت 2002. المباراه اللي الذهاب فاز فيها النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ومباراه العوده انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. اتقابلوا الفرقتين مره ثانيه في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وكانت بعد 10 سنين في 2012. فاز النادي الاهلي في المباراه الاولى 2-1، وفاز مازيمبي في المباراه الثانيه 2-0، ودي كانت المباراه الوحيده اللي فاز فيها مازيمبي على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. اذا يعني ده الفال الحسن الثاني اللي موجود في المواجهات التاريخيه ما بين الاهلي وما بين مازيمبي. رغم ان الفريق مازيمبي فريق من الفرق الثقيله جدا في القاره الافريقيه، الا ان الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يحسم، لان مباراه الذهاب هتكون بره ومباراه العوده هتكون هنا في مصر، ودي اللي هنقدر من خلالها ان احنا نحسم النتيجه، وان شاء الله يكون في حضور جماهيري كبير في استاد القاهره ايا كان الاستاد اللي هيتلعب عليه. وبكده اكون خلصت معاكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى تتابعوني، وعايزين بقى التفاعل الحلو منكم، استنى تعليقاتكم في الكومنتات عشان تقولوا لي يا ترى مين اللي هيكون طرفي المباراه النهائيه ان شاء الله، ونتمنى يكون فيها النادي الاهلي. كنت معاكم مذيع الكوره.